السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني احلى امارات في الدنيا، وكالعادة بناتي اللي مشجعني دايما وفي ظهري على طول. النهاردة بقى معايا شوربة عدس حلوة قوي، بس فيها تكتاية كده هتخليها تروح في حتة تانية خالص. بس قبل اي حاجة تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا جايبة ربع كيلو عدس، ومعايا كوباية شعرية وملح وكمون، ومعانا بقى جزر وبصل وطماطم وخمس فصوص توم. جايبه 3 طماطمات وبصلايه كبيره او بصلتين وسط وجزرتين ومقطعاهم. كنت محضره بقى الميه بتغلي كده عم قطعت الخضار ده. خلاص كده الميه غلت. بس خليكم منتبهين معايا، تمام؟ خليكم منتبهين معايا في تكتاية كده في الاخر. اتفرجوا على الفيديو للاخر. في تكتاية هتودي شوربة العدس دي لحتة تانية خالص، وبجد هتحليها لك 180 درجة، بجد بأمان هتوديها في حتة تانية. خلاص كده حطيت الطماطم والبصل والجزر والثوم. هحط بقى الكمون والملح كده. خلاص دي البهارات بتاعنا، وكده يعتبر خلاص كده عملنا نص الخطوات. خلاص كده نسيبها بقى كده لما تغلي وكل حاجة تستوي كويس. الكمون هو اللي مغمق المية كده. حاطة كمون كتير، انا بحب الكمون كتير بصراحة في العدس. خلاص كده استوى. هنجيب بقى الحاجات دي كلها ونضربها في الخلاط، بس انتوا استنوا شوية واهدوا شوية على لما الحاجة دي كلها تهدى كده وتسقع. انا كنت مستعجلة كالعادة، يعني ضربتها في الخلاط وهي سخنة. جبت الحلة بقى واللي انا كنت مسوية فيها، غسلتها وحطيتها تاني كده، وصبيت الشوربة العدس دي اللي انا ضربتها في الخلاط. جبت بقى كوباية الشعرية بشوية سمنة كده، حتة سمنة او شوية زيت، زيت ذرة اللي تحبوه. انا عملته بزيت ذرة، تمام. وحمرت شوية الشعرية كده، خليتها يعني انا غمقتها شوية، يعني انا بحبها بتبقى غامقة شوية، يعني عشان لو عملتها ذهبي في الوصفة دي في الشوربة دي بتفتح بعد كده، بتفتح. انا غمقتها شوية عن الذهبي، تمام، عشان بعد كده تبقى باينة. دي اسمها شوربة عدس كلنا عارفينها، بس انا عاملاها لبنات الصغيرين اللي لسه الجداد المتجوزين لسه الجداد، اكيد يعني لسه مش عارفين الحاجات دي قوي. بس في تكتاية في الاخر كده ممكن كلنا يعني اكتر الناس ما تعرفهاش. هنشوف دلوقتي. خلاص كده حمرنا الشعرية، ضربناها كده، قصدي حمرناها كويس. هنحطها دلوقتي على العدس وهو بيغلي. ودوقي بقى دلوقتي ممكن بقى انا بحب شوربة العدس تخينة، يعني بحبها تخينة كده متماسكة. في ناس بتحب شوربة العدس بتبقى عاملة زي المية، يعني في الوقت ده زودي بقى، يعني قبل ما تحطي الشعرية زودي. عايزة تخليها سايلة حطي مية، زودي مية. عايزة تخليها تخينة سيبيها زي ما هي. انا يعني سبتها زي ما هي كده. دي بقى التكتاية اللي هتودي شوربة العدس في حتة تانية خالص. هنطشلها بقى، هنطشلها توم وحتة تومة حلوة كده محترمة بنت ناس. هاتي يعني راس توم كده محترمة، وحمريها بقى في حتة سمنة كده. ما عندكيش سمنة، تمام، في شوية زيت، بس التوم هيفرق معاكي وهيودي العدس في حتة تانية خالص. كده خلاص الشعرية استوت وكل حاجة تمام. الشعرية ما بتاخدش وقت خالص. هنحط بقى الطشة بتاعتنا دي. تحطي بقى الثوم. خلاص كده يعتبر العدس خلاص كده خلص. وفي نفس الوقت الطشة اللي في الاخر دي هتوديها في حتة تانية خالص، وتجربوها وهتدعولي. بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل وصفاتي تظهر لكم اول باول. بتمنى اكون افدتكم ولو افادة بسيطة كده. و... ويا رب العدس بتاع النهارده كده يكون يعجبكم. انا بحبه تخين كده، بس لو انت عايزينه يعني سايل كده انا قلتلكوا تعملوا مع الف الف سلامة.